وليد، انا من اهم اللحظات اللي بحبها جدا في الافراح اللي هي بتتعمل في الفنادق النظيفه دي، عارفينها ولا بتروحوها؟ انت عملت خطوبتك فين؟ تقول لي كافيتيريا زمرده تحت قصر من الحاجات دي. فين؟ في بيت العروسه. ده انت داخل على طمع وش يا اسطى. توفرت يا ابن اللعيبه. سقف الراجل ده يا جماعه، الراجل ده مدبر جدا يعني. وبعدين بيهمني جدا في الافراح الفنادق النظيفه دي ان انا اجرب الحمام بتاعها. الحمام بتاعها بيبقى قصر جوه، صح؟ ده انت قاعده في الحمام 24 ساعه. والله العظيم مره دخلت فندق نظيف جدا وبتاع، فكل شويه حد يقابلني تحت امرك فندق، اي خدمه فندق، كل شويه الاقي ويتر معدي. بعدين دخلت الحمام لقيت ويتر في الحمام. طب انا عارف نوعيه الخدمات اللي ممكن تتقدم لي بره، انما انت جوه هتقدم لي ايه؟ خدمات ايه؟ انا تخيلت والله ان بعد ما اخلص حمام فتحت الباب عشان اكون مبسوط معانا فيه. ومعايا كده ورقه وقلم وبتاع. حضرتك عايز شيك؟ شيك ممكن. حضرتك عملت ايه؟ والله انا عملت كل خير يعني. يعني اتمنى حضرتك، بس الموضوع كان سهل ولا معقد؟ والله هو كان سهل مع شيء من التعقيد يعني يا فندم. كوكتيل يا فندم، شكرا لحضرتك جدا جدا. اللي هو يعني نظافه اوفر جدا مش بتاعتنا جدا. حد لقى ويتر في الحمام قبل كده؟ طب لقيت؟ عملتوا ايه؟ اوكي. طب حد فعلا بيحتاج مساعده في الحمام؟ حنفيه التاتش دي؟ ده فضيحه. والله دخلت انظر ان مره على الطريق، عمال افتح في الحنفيه ما بتفتحش. لا اعمل كده ما بتفتحش، اعمل كده ما بتفتحش، اعمل كده ما بتفتحش. هو ايه المكان المعفن ده؟ بتاع نضيف جدا وبتاع والحنفيه مش شغاله، ايه العالم المعفنه دي؟ جاي خارج في واحد دخل قبليه لقيته حاطط ايده كده في الميه. لا العظيم جالي شقه، فبعدين رحت راجع تاني قال لي في حاجه يا فندم؟ قلت له لا بس نسيت اغسل ايدي بس. لازم بعد كده ايه اللي فضيحه والله العظيم.